في يوم مشؤوم، قرر شاب مغامر يدعى سامر اختبار الأسطورة التي طالما سمعها عن رجل الغابة. سامر لم يكن كغيره من أبناء القرية، فقد كان يتسم بروح المغامرة والعناد الذي يمنعه من تصديق الخرافات التي تناقلها الكبار. سمع التحذيرات من الألسنة التي تردد أن الغابة لا ترحم، وأن من يدخلها ليلاً قد لا يعود، ومع ذلك ضحك في سره، مقتنعاً أن هذه مجرد قصص تروى لإبقاء الأطفال بعيدين عن المخاطر. استعد سامر لرحلته بشجاعة، وحمل حقيبة صغيرة تحتوي على مؤن بسيطة، كشاف، بعض الطعام، وزجاجة ماء. في قلبه كان يشعر بإثارة ممزوجة ببعض القلق، لكنه تجاهلها. توجه نحو حافة الغابة مع آخر خيوط الشمس التي كانت تغرب ببطء، تاركة السماء تكتسي بظلال برتقالية، وكأنها تحذره من المغامرة القادمة. مع كل خطوة إلى الداخل كانت الأشجار العالية تحيط به كجدران من الغموض. كانت الغابة تبدو مختلفة تماماً عمن اعتاده نهاراً. الأغصان الجافة كانت تصدر أصواتاً تحت قدميه، والرياح الخفيفة تحرك الأوراق لتخلق همسات غامضة بين الأشجار. تلك الهمسات بدأت تشعره بشيء لم يكن يتوقعه، وكأن الغابة نفسها كانت على قيد الحياة وتراقبه. استمر في السير محاولاً تجاهل الشعور، لكنه لم يستطع إنكار أن الأجواء من حوله باتت تزداد ثقلاً، وكأن الظلام الذي يغمره يحمل معه ثقلاً غير مرئي. بدأت الغابة تزداد ظلاماً، حتى أن الكشاف بالكاد كان يضيء ما أمامه. فجأة مررت نسمات باردة على وجهه، نسمات كانت تحمل معها رائحة غريبة، مزيجاً من الرطوبة والعفن، مما جعله يتساءل عن عمق هذه الغابة وما قد يكون مخبأ في ظلالها. استمر سامر في التقدم، وكلما تعمق شعر بأن الزمن نفسه بدأ يتلاشى. لم يعد يعرف كم مضى منذ أن بدأ رحلته. في تلك اللحظة توقفت قدمه أمام شيء غير متوقع. على بعد مسافة قصيرة ظهر كوخ خشبي متهالك بين الأشجار. كان الكوخ يبدو قديماً بشكل مريب، وكأنه بني منذ قرون وترك لينسى. لكن ما كان غريباً حقاً هو حالته. على الرغم من تقادمه الواضح، إلا أن هناك شيئاً فيه بدا نظيفاً ومحافظاً عليه بطريقة غامضة. اقترب سامر من الكوخ بحذر، لكن شيئاً ما بدا خارجاً عن المألوف. الكوخ كان قديماً، يمكن رؤية الخشب المتهالك والجدران المتآكلة، لكنه في الوقت نفسه كان نظيفاً بشكل غير معقول. لا توجد أوراق أو غبار يغطي الأرضية، وكأن أحدهم قد مر هنا مؤخراً للاعتناء به. تلك النظافة غير الطبيعية أثارت في نفسه إحساساً غامضاً بعدم الارتياح. بدأ قلب سامر ينبض بسرعة، ومع ذلك أصر على عدم التراجع. لكن ومع أول محاولة للابتعاد انفتح باب الكوخ بصوت خافت، كأن شيئاً خفياً يرحب به يدعوه إلى الداخل. صمت مرعب ساد المكان، ولم يسمع سوى صوت الرياح الخفيفة التي كانت تمر عبر الأشجار. تردد لوهلة ثم قرر الدخول. بمجرد أن خطأ إلى الداخل شعر بهواء ثقيل يضرب وجهه، محملاً برائحة غريبة، مزيج بين العفن والدم. لم يكن يعلم مصدر هذه الرائحة، لكن قلبه كان يشعر بالخطر المحدق. كان المكان مظلماً، ولكن مع ضوء كشافه المتواضع تمكن من رؤية بعض التفاصيل. في منتصف الغرفة كانت هناك طاولة خشبية بدت وكأنها استخدمت مؤخراً. كانت الطاولة مغطاة ببقايا عظام صغيرة متناثرة بشكل عشوائي، بعضها قد يكون لحيوانات، لكن بعضها الآخر كان يبدو كعظام بشرية. التوتر تصاعد في داخله، وبدأ يشك فيما إذا كان قراره دخول الكوخ صائباً. وبينما كان يتفحص المكان بنظراته القلقة، سمع فجأة خطوات ثقيلة تقترب من خلفه. الصوت كان يصدر ببطء، وكأنه لشخص ضخم. ارتجفت أنفاسه واستدار ببطء، وشعر بدمه يتجمد في عروقه عندما وقع بصره على الشخص القادم نحوه. هناك عند مدخل الغرفة كان رجل الغابة، طويل بشكل غير طبيعي، مغطى بفراء أسود كثيف، وعيناه تلمعان بلون أحمر داكن وسط الظلام. كانت ملامحه غير واضحة بالكامل، ولكن الهالة المحيطة به كانت مشحونة بالخوف والرهبة. كان الرجل يشبه الأساطير التي سمع عنها سامر طوال حياته، لكنه الآن لم يعد مجرد خرافة، بل حقيقة تقف أمامه. بدأ رجل الغابة بالتقدم نحو سامر ببطء، خطواته ثقيلة وكل خطوة منه كانت تهز الأرض. الصوت وحده كان يكفي لجعل سامر يرتعد. رجل الغابة كان يقف أمام سامر، ضخماً بشكل غير طبيعي، جسده مغطى بفراء كثيف أسود كالسواد الحالك، وعيناه الحمراوان تلمعان في الظلام كجمرتين مشتعلتين. ملامحه لم تكن بشرية، بل كانت أقرب إلى وحش خرج من كابوس قديم. كل تفاصيله كانت تثير الرعب العميق،
خاصة في عيني سامر الذي لم يكن يصدق ما يراه. كان الرجل يتقدم ببطء نحو سامر، خطواته تصدر صوتاً ثقيلاً كأن الأرض نفسها كانت تخشى قدومه. سامر الذي كان قلبه ينبض بجنون شعر بتجمد جسده من الرعب. لم يستطع التحرك حتى أن قدميه لم تستجبا لمحاولاته بالهرب. الهواء من حوله أصبح بارداً بشكل غير طبيعي، وكأن الغابة نفسها تتنفس الرعب. وصل الرجل إلى مسافة قريبة جداً منه، حتى أن سامر استطاع شم رائحة غريبة مزيجاً من الرطوبة والدم. قال الرجل بصوت عميق وكأنه قادم من أعماق الأرض: لقد دخلت مملكتي، والآن ستدفع الثمن. عند تلك اللحظة تحرر سامر من تجمده بفعل غريزة البقاء، واستدار بسرعة نحو الباب. ركض بكل قوته، لكنه فوجئ بما لا يمكن تفسيره. الأشجار من حوله بدأت تتحرك ببطء، أوراقها تتمايل وجذوعها الضخمة تتقارب، وكأن الغابة تحاول إغلاق الطريق أمامه. كان كلما اقترب من مخرج أغلقته الأشجار مثل متاهة حية. لم يكن يعرف كيف يخرج، وكأن الغابة نفسها صارت عدوه. بينما كان يركض، كان صوت خطوات رجل الغابة يزداد اقتراباً، تلك الخطوات الثقيلة التي كانت تضرب الأرض بقوة. لم يعد سامر قادراً على تمييز الاتجاهات، فالظلام كان يزداد كثافة حوله، وحركة الأشجار جعلته يشعر وكأنه محاصر داخل متاهة متحركة. بدأ يسمع أصواتاً أخرى، همسات تملأ الهواء من كل اتجاه، أصوات تائهين قبله، أصوات أشخاص كانوا قد دخلوا هذه الغابة ولم يخرجوا منها أبداً. كانت تلك الهمسات مليئة باليأس والرعب، وكأنها تنادي عليه، تحذره من المصير الذي ينتظره. توقف سامر لثوان يلتقط أنفاسه، لكنه لم يجرؤ على النظر خلفه. كان يعلم أن رجل الغابة قريب جداً. بينما كانت الغابة تتحرك من حوله كأنها تحاول محاصرته، لمح سامر من بعيد بناء غريباً يظهر وسط الظلام. كان يشبه كوخاً آخر، لكنه كان مختلفاً تماماً عن الكوخ الذي دخله من قبل. هذا البناء كان أقرب إلى معبد قديم، جدرانه مغطاة بنقوش غريبة وأشكال غير مفهومة. كان المكان يبعث في نفسه مزيجاً من الرهبة والغموض. تقدم سامر ببطء نحو المعبد، وكلما اقترب ازداد إحساسه بأن هذا المكان يخفي شيئاً مهماً. بمجرد دخوله رأى في منتصف الغرفة صندوقاً قديماً محفوراً عليه رموز غامضة، رموز تشبه تلك التي رآها في الأساطير التي تحدث عنها أهل القرية. تذكر فجأة حكاية قديمة سمعها عن صندوق يحتوي على قوة شريرة، لكن في الوقت ذاته يقال إنه المفتاح الوحيد للهروب من رجل الغابة. وقف سامر أمام الصندوق، ترددت أنفاسه وهو يفكر فيما قد يحدث إذا فتحه، لكن الوقت لم يكن في صالحه، فقد شعر بحركة خلفه، وكان يعلم أن رجل الغابة قريب. لم يكن لديه خيار آخر، فتح الصندوق ببطء ليجد داخله سكيناً غريب الشكل، يبدو وكأنه مصنوع من معدن قديم، وفيه نقوش مماثلة لتلك التي تغطي جدران المعبد. أمسك بالسكين وشعر بأن هذه هي فرصته الوحيدة. أدرك أن السكين ليس مجرد أداة عادية، بل ربما كان سلاحاً قديماً مصمماً خصيصاً لمواجهة رجل الغابة. لم يكن لديه وقت للتفكير أكثر، فقبل أن يستطيع حتى أخذ نفس آخر ظهر رجل الغابة مرة أخرى أمامه، هذه المرة أكثر غضباً ووحشية. كان وجهه يشع بالغضب، وعيناه الحمراء تلمعان بنار الانتقام. كان سامر يعلم أنه لم يعد هناك مهرب. الغابة تغلق عليه من كل جانب، ورجل الغابة يتقدم نحوه بسرعة. لم يكن أمامه سوى خيار واحد: القتال من أجل حياته. رفع السكين أمامه مستعداً للتحدي الأخير. بينما كانت المعركة تدور بين سامر ورجل الغابة، انطلقت صرخات الرعب والإثارة من كل جانب. استخدم سامر السكين الذي عثر عليه في الصندوق، ووجه ضربة قوية إلى قلب رجل الغابة. لكن ما حدث بعد ذلك كان أكثر من مجرد صراع عادي. لم يسقط المخلوق كما توقع سامر، بل انطلقت صرخات مدوية من أعماق الغابة. اهتزت الأشجار واهتزت الأرض تحت قدميه، وكأن الغابة كلها تعاني من ألم لا يوصف. تفرعت فروع الأشجار مثل أذرع تمسك بسامر، وكأنها تحاول سحبه إلى أعماقها. أدرك سامر في تلك اللحظة أن قتل رجل الغابة كان له ثمن باهظ. كان الرجل يمثل شيئاً أكبر من مجرد مخلوق، كان رمزاً للغابة وللقوة المظلمة التي تحكمها. شعر سامر باضطراب داخلي، وفهم أنه لم يعد مجرد مغامر يحاول الهروب، بل أصبح جزءاً من اللعنة التي تسيطر على هذه الأرض. بدأت ملامحه تتغير، وتدريجياً بدأ يتحول إلى مخلوق مشابه لرجل الغابة، حيث ستحكمه الغابة بسلطة جديدة. خرج سامر من المعبد، لكنه لم يكن الشخص نفسه الذي دخل. كانت الغابة تراقبه، أشجارها تتمايل وكأنها تحيته.
كان يعلم أن نهايته قريبة، وأنه لن يتمكن من العودة إلى العالم الخارجي أبداً. الخروج من هذه الغابة لم يعد خياراً، حيث كانت أرواح المحاصرين الآخرين تجول حوله، ترحب به كواحد منهم. بالرغم من شعوره بالخسارة والندم، شعر أيضاً بشيء آخر، نوع من القوة الغامضة التي تتدفق في عروقه. كان يعرف أنه أصبح الحارس الجديد للغابة، وسيكون عليه الآن حمايتها من الآخرين الذين قد يجرؤون على دخولها. مع مرور الوقت بدأ سامر يستسلم لواقعه الجديد، غير مدرك أنه في صراع مع نفسه ومع مصيره. هل كانت هذه النهاية بالنسبة له، أم بداية جديدة لدور لم يكن يريده؟ بينما كان يبتعد في أعماق الغابة، كان يتردد صدى كلماته في ذهنه، كلمات رجل الغابة: اللعنة تتجدد، والعالم الخارجي يبتعد.